السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الوفيات لقناتي وقناتكم كريمة أم رحاب فيديو جديد وشهيوة جديدة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم واحد الطلبية ديال الغريبة البهلة. بالنسبة للمكونات ديالها ممكن ديروا نصف الكمية اللي غندير أنا هنايا غادي ندير كيلو ديال الدقيق. عندي ربعة ديال الزبدة، 2 كيسان ديال السكر سنيدة. هاد المكونات بجوج غادي نخدمهم مزيان حتى يرجعوا لي على شكل كريمه. غنضيف قبيصه ديال الملح وغادي نخدم هاد الزبده والسكر جيدا حتى كيوليو ليا على شكل كريمه. بالنسبه للزبده هنايا درت انايا ديال البواطه، ممكن تعوضوها بمارغرين او بالزبده سبيسيال. صافي غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت. دائما العبار هنايا راني عبرت بالكاس ديال العنبه، هاد الكاس كيساوي العبار ديال الكاس ديال العنبه. غادي نضيف معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه. اللي ما كيبغيش المذاق ديال القرفه ممكن يعوضوا بالزهر او بالفاني. صافي غادي نخلط المكونات مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط سائل. من بعد ما كنحصل على هذا الخليط كنضيف هنايا كاس ديال الزلجلان اللي محمر او غير مصهد ما محمرش بزاف ومطحون، وكاس ديال اللوز اللي حتى هو حمرته بالقشره ديالو وطحنته. كنخلط المكونات مزيان. هنايا انا راني عابره كيلو ديال الدقيق. هذاك الكيلو ديال الدقيق خديت منه 100 غرام ديال الدقيق وحمرته مزيان. الدور ديال هاد الدقيق كيعطي اللون موحد ديال الغريبه البهله. كنحمرو في المقله مزيان وكنضيفو مع الخليط. هنا عندي 100 غرام، وهنا بقات ليا تقريبا 900 غرام اللي بقات في الدقيق الابيض. غادي نضيف 3 ديال الخمارات وغادي نبدا نضيف بالتدريج في الدقيق الابيض او الدقيق الرطب حتى كنحصل على واحد العجين مرمل. بالنسبه للدقيق هنا راني ما غاديش نضيف كيلو كامل، تقريبا غادي تبقى لي واحد كاس صغير ديال الدقيق. غادي نخلط مزيان هاد المكونات بالتدريج. غادي نضيف داك الدقيق حتى كنحصل على واحد العجين اللي مرمل. صافي كتكون العجين على هذا الشكل، كتجمع ليا بسهوله. هنا بالنسبه للدقيق شاط ليا هاد الكميه تقريبا، هنا واحد الكاس صغير هي اللي شاطت. غادي ناخذ الحكاكه ديال المطيشه وهي باش غادي نعاود ندلك او نخرج ديك العجين فيها باش كيندمجوا لينا هادوك الزيوت، يعني داك الزيت والزبده، يعني بحال اللي كنزيدو كنرملو هذيك العجين. صافي غنبقى حتى كنكمل العجين كلها كنخرجها في هذيك الحكاكه وكنحصل على واحد العجين اللي مدلوكه مزيان. بهذه الطريقه غادي نكورها مزيان. تقريبا هنايا كل كره غادي ناخذ فيها شي 25 غرام. غادي نديرها في اللاطه. بالنسبه للاطه انا ما عنديش اللاطه ديال غريبه البهله، اكتفيت باللاطه العاديه. بالنسبه للفران كنكون مسخناه على درجه 180. من بعد ما كندخل اللاطه ديالي دغريبه كنطفي لتحت وكنخليه غير الفوق شاعل على نار مهيله حتى كتشقق ليا مزيان هذيك غريبه وكطيب من الفوق. عاد كنشعل عليها من التحت كتكمل الطياب. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. في الصراحه كتجي لذيذه بزاف.
انا واخا ما عزيزش عليا نخدمها بزاف، ولكن كتعجبني في المذاق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها، وكالعاده اللي طبقات شي وصفه من الوصفات ديالي ترسلها لي على الانستغرام شهوة ام رحاب. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر شهوة اخرى. ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم ولي لايك، وكالعاده بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. كانت معكم كريمه ام رحاب، شكرا لكم على الوفاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.